السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. النهاردة إن شاء الله هنستكمل السلسلة بتاعة شرح قانون ضرائب الدخل اللي هو قانون 91 لسنة 2005، واللي هنتكلم فيها عن المواد التالية: المادة 34 و35، وكنا شرحنا قبل كده المادة 33، وهسيب لكم اللينك بتاعها إن شاء الله في آخر الفيديو عشان استكمال الفيديوهات التعليمية الخاصة بالقانون 91 لسنة 2005. والمواد 34 و 35 الخاصة بالجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مختصة بجزئية الخصومات اللي هنقدر نخصمها من صافي الإيرادات، واللي احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن جزئية الإيرادات، والنهاردة إن شاء الله ازاي نخصم من الإيرادات بتاعتك، وإيه هي الأجزاء اللي أنت وإيه هي البنود اللي أنت تقدر تخصمها من الإيرادات بتاعتك اللي تبقى مثبتة من قبل مصلحة الضرائب، عشان بعد كده تدفع الضريبة على صافي الربح الضريبي. المادة 34 بتقول لك الآتي: يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة، ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي. ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة رقم 6 من هذا القانون. ده معناه إيه؟ إن الممول يقدر يخصم من التبرعات اللي قدمها للجهات الحكومية، زي إيه؟ زي الجهات الحكومية، زي الوزارات، زي وحدات الإدارة المحلية والأحياء، زي الجهات العامة، زي الجامعات الخاصة وشغل البحث العلمي والكلام ده كله، يقدر يخصم الجزء ده. أما الجزء الثاني اللي هو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فليه بس إن هو يخصم من 10% فقط من صافي الإيراد السنوي. يعني لو التبرعات بتاعته زادت عن 10% من صافي الإيراد السنوي، يرد إلى المبلغ الأساسي ويرجع للإيراد تاني وما يتخصمش منه، ملوش غير 10% بس من صافي الإيراد السنوي. مين اللي هم ال 10% من صافي الإيراد السنوي دول؟ رقم واحد عندنا الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة. رقم اتنين دور العلم والمدارس العلم. رقم ثلاثة المستشفيات الحكومية. رقم 4 مؤسسات البحث العلمي. ولا يجوز خصم التبرعات من نفس الإيرادات اللي اتقالت عليها في المادة السادسة قبل. لا يجوز خصم التبرعات من أي إيرادات منصوص عليها في المادة رقم 6. والمادة رقم 6 كانت اتكلمت قبل كده على أكتر من جزء، اللي هي إيرادات النشاط التجاري والصناعي، إيرادات المهن غير التجارية زي الأطباء والمحامين والمحاسبين القانونيين وغيرهم، إيرادات المرتبات وما في حكم، وإيرادات الثروة العقارية زي إيجار العقارات، أو أي إيرادات أخرى بينص عليها القانون. المادة 35 معانا اتكلمت عن ايه؟ نص المادة بيقول: يخصم من إجمالي الإيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها بمستندات، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة يكون الخصم بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف. وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان احنا هنتكلم في جزئيتين مهمين جدا، ومهم جدا ان انت تركز معايا في الجزئيه. لو كان المهني عندنا ماسك حسابات منتظمه، يعني ايه حسابات منتظمه؟ حسابات منتظمه يعني في اكتر من جزئيه بتشرح جزئيه الحسابات المنتظمه. رقم واحد معانا اذا كان عنده فواتير او ايصالات الكترونيه وبيطلعها بشكل دوري، يكون كمان مشتريات بفواتير الكترونيه، طبعا عشان يقدر يخصم الجزئيه ديت ويبتدي يتحاسب عليها. رقم 3 معانا يكون بقدم الإقرارات المرتبات وفاتح ملف تأميني للمرتبات ديت وبيقدم المرتبات بتاعتها، عشان دي برضو بيتم خصمها من الإيراد بتاعه. وكمان عنده دفاتر يومية وجرد بيأيد فيها الحسابات أول بأول. ورقم 5 معانا اللي هي أي تكاليف أو مصروفات لم يجري العرف على إثباتها، زي عندنا مصروفات الانتقالات والبوفيه والضيافة، زي عندنا برضو مصروفات النظافة والصيانة. بس مهم جدا وشرط مهم جدا ألا تزيد قيمة المصروفات عن 7% من إجمالي المستندات المؤيدة.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كل مصاريف المشتريات بتاعتك المؤيده بمستندات، بمعنى ان هي عندك بيها فواتير الكترونيه خاصه بيها وانت عندك المستندات بتاعتك موجوده عندك، ليك 7% بس من النسبه الخاصه بالمستندات ديت ان انت تحطها تحت بند اكراميات او مصاريف ان انت مش قادر ان انت تثبتها بفواتير الكترونيه. فكل ما تزيد الفواتير الالكترونيه الخاصه بالمشتريات بتاعتك وان انت عاملها بشكل ضريبي والفواتير دي ضريبيه، تقدر تزود نسبه ال7% من الاكراميات والمصاريف اللي انت مش قادر تثبتها بمستندات. ده عندنا الجزء اللي هو الجزء الخاص اللي هو الجزء المنتظم. وبمعنى اصح ان انت لما هتيجي تقدم وتفحص في الضرايب وبتقدم المستندات ديت للمأمور، بياخد المستندات ديت وبيبتدي يشتغل على اساسها، وبيتاكد الجزئيه بتاعتك ديت من خلال ان انت كل شغلك منتظم ومقدم ميزانيات ومقدم قائمه دخل في الاقرار بتاعك واللي بيأيد الشغل والكلام بتاعك ده كله. طيب الجزئيه الثانيه معانا اللي هي الجزئيه الحسابات غير المنتظمه، اللي هي ايه؟ الحسابات الغير منتظمه هي سواء شخص طبيعي او ده ما بيمسكش دفاتر ولا حسابات ولا اي شغل خالص كحسابات ودفاتر يوميه وجرد، وكمان ما عندوش اي فواتير مشتريات بتثبت المشتريات الخاصه بيه، ما عندوش بس غير جزئيه الايراد اللي بيقدمه بشكل دوري اللي هو عن طريق الفواتير الالكترونيه او الايصالات الالكترونيه اللي هو بيقدمها. فده بس كل اللي عنده بند ايراد ومش موجود عنده اي فواتير مشتريات او اي حسابات منتظمه بيقدر على اساسها يقدم الشغل بتاعه. طيب في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي بيتقدم الاقرار بشكل تقديري وبيتم خصم 10% بس تكاليف من بند الايراد بتاعه، وبعد كده بيتاخد ال 90% الباقيين يتحطوا كلهم في الوعاء الضريبي ونبتدي نحسب الضريبه على اساسه. لو هو فردي بيتحاسب على اساس النسب بتاعته ونسب الاعفاء، ولو هو شركه بيتحاسب على 22.5%. فطبعا من الافضل ان انت تقدم على الحسابات المنتظمه عشان تقدر من خلالها تثبت شغلك وتقدم شغلك بشكل مظبوط. وعشان كده هنيجي في الموضوع دوت للجزئيه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده اللي هو قانون 6 لسنه 2025 اللي نزل من قبل وزاره الماليه واللي اتصدى عليه من مجلس الشعب، ان انت تقدر من خلاله لو انت ما عندكش شغل منتظم تقدر تثبته، قال لك لمده 5 سنين تقدر الشغل بتاعك تقدمه ان انت هيتاخد نسبه من حجم الايراد بتاعك فقط لا غير، حتى لو انت مهن حره. كان المشروعات الصغيره والمتوسطه قبل كده ما بتدخلش المهنه الحره، القانون ده دخل المهنه الحره بشرط واحد ان انت ما يكونش 90% من اجمالي شغلك لجهه واحده. يعني انت مثلا لو عياده او بتشتغل في اكتر من مكان فخلاص يبقى الموضوع ما فيش مشكله بالنسبه لك. وده عباره عن ايه؟ عباره عن النسب اللي هتشوفوها دلوقتي عندكم على الشاشه، بتبدا من 4% لحد 1.5% بشرط ان اجمالي ايراداتك لا يتجاوز 20 مليون جنيه. ارجو ان انا اكون وضحت الجزئيه الخاصه بالمادتين دول وشرحهم، وان شاء الله استنونا في شرح جديد باذن الله. ولو في اي سؤال هنستناكم في الكومنتات ان شاء الله. في الاخر ما تنسوناش اللايك والشير والسبسكرايب لو دي اول مره ليكم على القناه. السلام عليكم.